هاي هاي، اهلا بكل حبايبي ومتابعيني. شايفين الجمال ده؟ انا عملت كل الحلويات دي من كوبايتين 2 دقيق بس. طريقة حلوة جدا للسابليه، سهلة ومش هتعقدك خالص. شايفين؟ ندوق بقى ونوريكم شكلهم من جوه. اهو شايفين؟ طري بقى جدا وطعمه مظبوط جدا جدا. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. هنيجي هنا بسم الله، هقول لكم بقى المقادير بالترتيب. نص كوباية سكر، كوباية زبدة، بضاية بدرجة حرارة الغرفة، معلقة فانيليا او رشة فانيليا صغيرة، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة جدا، وكوبايتين دقيق ومعلقة نشا. هاجي هنا هحط السكر على الزبدة وهقلب كويس جدا. لازم الزبدة تكون متماسكة كده، ما ينفعش تبقى سايلة خالص. وهوقف وهقلب تاني لحد ما لونها يبيض والزبدة والسكر يتجانسوا مع بعض تماما. هنزل بقى هنا بالبضاية، وهنزل برشة الفانيليا، وهضرب ضربة كمان. اهو شايفين بقى القوام بتاعه بقى ناعم جدا ومفيش اثر للسكر خالص. هاجي بقى هنا هنزل بالدقيق. لازم يتنخل يا جماعة، الدقيق لازم يتنخل، ده سبب ان العجينة بتبقى طرية كده وحلو. هنزل بالدقيق وعليهم رشة الملح، رشة البيكنج باودر، معلقة النشا. انا حطيت كوبايتين الا معلقة دقيق. طب ليه الا معلقة دي؟ حطيت معلقة النشا. هعجن بقى العجينة كويس جدا بايدي خلاص، وهشوفها كده. لو لقيتها طرية جدا هزود معلقة دقيق كمان. لقيتها ناشفة شوية هزود معلقة زبدة كمان. هغطيها بقى كويس جدا واسيبها في التلاجة ساعة ترتاح. لازم ترتاح عشان تعرفي تشتغلي فيها. اهي دي بقى بعد ما ارتاحت شوية. شايفين قوامها حلو جدا ما شاء الله. هجيب بقى هنا كيسين تلاجة هفردهم. هحط العجينة واحط من فوق كيس تاني، وهفرد بقى شوية كده بالنشابة، وهوريكم السمك بتاعها عامل ازاي. اهو شايفين السمك. اللي عايز، انا بحبها مقرمشة شوية. اللي عايزها تبقى تخينة شوية يعني يكتر السمك بتاعها. هنيجي بقى هنا معايا قطعات وردة، معايا التشكيلة بتاعت الكحك، الكلام ده كله. ما عندكيش كل ده يبقى بالكوباية على طول، ما تعقديش نفسك. اللي عندك اعملي بيه. هجرب بقى معاكم الشكل بتاع الكحك ده، بس هاخد حتة عجينة اعملها. اهو والله شكلها لطيف جدا على فكرة. اهو هاجي بقى من تحت كده هرفع حرف الكيس، وهرص بقى في صينية ألمونيوم. احلى حاجه في المخبوزات والمعجنات والبسكوتات الالومنيوم يا جماعه. درجه حراره 170 في الرف اللي في النص. وده شكلها ما شاء الله. شايفين التحمير بتاعها حلو جدا. التزيينات بتاعتنا بقى، معايا هنا شوكولاته خام، ومعايا بقى شوكولاته بيضه فرمسيل ملونه، شوكولاته صغنونه كده. مش عارفه ما شاء الله يعني بيطلعوا كل مدى حاجات جديده. جوز الهند مربى. ويلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنسيح الشوكولاته في الميكرويف 30 ثانيه في 30 ثانيه. هحط عليها معلقتين 3 زيت عشان بس ما تبقاش ناشفة. اما نيجي نجرنش بيها ما تبقاش ناشفة. هقلبها بقى تقلبتين. وبعدين الجناش هنا بيعتمد على اللي عندك شوية سوداني مجروش، عندك شوكولاتة بيضة، المربى بقى جوز الهند، اللي عندك اعملي بيه. هفضيها بقى هنا في كيس تلاجة نضيف عشان هزين بيها. اهو هلفه بس، وهقطعه قطعة صغيرة قوي بالمقص. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي موجودة عند محلات مستلزمات الحلويات او العطارين. كل حاجة بقت موجودة دلوقتي الصراحة ومتوفرة. اهو قطعتها قطعة صغننة جدا. عايزة تعملي بالمعلقة من غير الكيس احسن، بس الكيس حلو جدا وبيسهل. هتشوفي دلوقتي وانا بعمل. هحط بقى كده شوية، مش هكتر لان انا مش عايزة البسكوتة كلها تتغرق شوكولاتة. اهو شايفين. هحاول بقى انزل كده حاجة بسيطة اهو، وارصها بقى كده على صينيه. انا حاطه كيس على الرخامه عشان ما يبهدلش الدنيا اهو. والحاجات بقى اللي عندي اللي انا هزين بيها لازم احطها على الشوكولاته، والشوكولاته سايحه. ما ينفعش بعد ما الشوكولاته تجمد هتقع من عليها. اهو زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى هعمل بقى هنا اللي بالمربى.
اللي بالمربى برضه، او هحط قطعة او هحط حتة، انا جايبة قطعة من المدورة المقفولة، احط معلقة مربى او نص معلقة المربى اللي انتي تفضليها بقى، واحط بعد كده الدايرة المفرغة اهو عشان ده يبقى شكلها. هخلص بقى كل الدنيا دي معاك، ابدعي بقى زي ما انت عايزة، فنني بقى وابدعي واعملي اللي انت عايزاه. اهي كده خلصت الكمية كلها، استنى بقى الشوكولاتة تنشف خالص والدنيا تتظبط كده، هبدأ بقى ارصهم في علبة او في اي حاجة عندك. ولو خدت العلبة دي ورحتي بقى عند صاحبتك، عند حماتك، عند مامتك، عند اختك، مش هيفرقوها بينها وما بين الجاهز. اهو ايه رأيكم؟ جربي الطريقة دي بالمقادير المظبوطة دي، وإن شاء الله هيطلع معاكي أحلى سابليه. وبألف هنا وشفا حبايبي، باي باي.